احمد فتوح يرفض التوقيع للنادي الاهلي رغم اغراءه بسياره هديه مقابل 5 مليون جنيه او ثمنها 5 مليون جنيه. مش هعرف اقول لك نوع السياره او نوع العربيه، لكن احمد فتوح اللي بقوله لك ده يعني الأول مرة هتسمعه، مش هتسمعه هنا غير هنا في البريمو. أحمد فتوح أحرج المسؤولين في نادي الزمالك، وأحرج أي رجل أعمال زملكاوي، وانتظر أو بينتظر خلال إلى ما بعد الانتخابات يوم 20 أكتوبر. لو لم يتم تجديد أحمد فتوح خلال الأيام المقبلة سيكون أحمد فتوح يبدأ مفاوضات جديدة مع النادي الأهلي. طيب إزاي؟ هقول لك إزاي. أحمد فتوح أو وكيله أحمد يحيى قعدوا في جلسة في التجمع الخامس مع رجل أعمال أهلاوي مسؤول داخل النادي الأهلي، ومع مسؤول آخر في شركة النادي الأهلي، وعرضوا عليه التوقيع للنادي الأهلي لمدة 3 سنوات مقابل 50 مليون جنيه ال3 سنوات. ويا عم أحمد أو يا عم فتوح، لو أنت حضرتك وقعت دلوقتي هتاخد عربية هدية بمقابل 5 مليون جنيه. ده الكلام نصا اللي اتقال. طب بقى تقول لي انت كنت معاهم، اصل مش معاهم. لا، يعني احنا بنجيب لك دايما الاخبار وكواليسها، وانا شغلتي اللي مش هبطلها ان انا اجيب لك اخبار بكواليسها فيما يخص طبعا كرة القدم وفي شغلتي في الرياضة. وبالتالي يا عم فتوح وقع، لا انا مش هوقع. خلينا نشوف وكلام احمد فتوح لرجل الاعمال الاهلاوي الكبير جدا، ان مش هقدر اخد اي قرار الا بعد ما اشوف موقف نادي الزمالك، وبعد ما اشوف المفاوضات مع نادي الزمالك. حصل جلسة امبارح، الكلام ده كان من 4-5 ايام او من ايام قليلة مع المسؤولين في او مع رجل الاعمال المهم جدا الاهلاوي. ثم عقد جلسة احمد يحيى وقال لك خاله، قال لك خال احمد فتوح مع عبد الواحد السيد مدير الكرة في نادي الزمالك. مبدئيا اللي كان قاعد مع احمد يحيى مش خال احمد فتوح، اللي كان قاعد مع احمد يحيى هو صاحب معرض سيارات، صديق مقرب جدا لاحمد فتوح، وكان احمد فتوح واخد منه او مدين ليه بمبلغ كبير شويه يتخطى ال 15 مليون جنيه لشراء بقى عربيه او عربيتين من العربيات طبعا، او منهم واحده طبعا بيمتلكها احمد فتوح دلوقتي. فالراجل ليه فلوس فقاعد، فعلشان لو احمد فتوح يعني العلاقه ما بينه وبين الراجل دوت قويه جدا، فبالتالي الراجل شايف او بيشوف بنفسه المفاوضات ان احمد فتوح بمجرد ما هيوقع في الزمالك او هيوقع الناحيه الثانيه في النادي الاهلي، علشان الراجل دوت ليه فلوس ياخدها، وده اتفاق ما بينهم. المفاوضات اللي تمت ما بين احمد فتوح هتوقع 2 ولا 3 سنين،
السنتين لو كل سنة هياخد أحمد فتوح حوالي 15 مليون جنيه. لو 3 سنين بيكون حوالي ما بين 14 و 15 مليون جنيه في كل سنة طبعا على حدة. وبالتالي هيكون الموسم الأول 13 14 15 في الثلاث سنين بالنسبة لطلبات أحمد فتوح. لكن الطلب الأهم لأحمد فتوح أن يحصل على منحة قدرها 30 مليون جنيه وقت التوقيع. من ضمنها وقت التوقيع كمان أن الراجل دوت علشان هياخد، أحمد فتوح مش هياخد الفلوس كلها، هياخد جزء منها، وبالتالي هيسدد المديونيات اللي عليه ايا كان للراجل اللي قال لك ده خاله ومش عارف ايه، ده مش خاله. والراجل اللي كان قاعد دوت راجل محترم جدا، صاحب معرض سيارات، كان قاعد قبل كده وقت التجديد او وقت محاولات التجديد لما كان المجلس السابق موجود برئاسة مرتضى منصور. وبالتالي التفاصيل كلها معلنة ومعروفة داخل نادي الزمالك. وبالتالي أحمد فتوح بيلقي بالمسؤولية كلها على المسؤولين في نادي الزمالك أو اللي هيجي يتولى المسؤولية داخل نادي الزمالك. حسب معلومات مؤكدة إن رجل أعمال زملكاوي بارز جدا وعد أحمد فتوح بمنحه المبلغ المالي اللي قدره 30 مليون جنيه، وقد يتم التوقيع خلال أيام، وقد يتم الإعلان قبل الانتخابات. هتكون في مفاجأة للبعض، ورجل الأعمال ده هيظهر مع أحمد فتوح، لأن رجل الأعمال دوت مقل جدا إن لم يكن لم يظهر في أي وسيلة إعلامية من قبل. يعني رجل الأعمال دوت ما بيظهرش خالص، الزملكاوي ما بيظهرش خالص في وسائل الإعلام. وأنا مش عايز أقول أي أسماء علشان أنا ما بعملش دعاية لحد، وبالتالي بطلع أقول لحضرتك المعلومات، بطلع أقول لك الخبر، وبنشوف بقى بعد كده بأيام بشهور ده بيتم. فبالتالي هي دي المفاوضات وهي دي التفاصيل الكاملة لتجديد أحمد فتوح ومفاوضاته مع النادي الأهلي. تاني بأكد لك إن أحمد فتوح رفض التوقيع على أي ورقة تؤكد أو تبدي رغبته حتى بأن هو يرغب في الانتقال للأهلي. رفض تماما، رفض أي إغراءات، رفض العربية اللي ب5 مليون جنيه، وقال لهم إن أنا هرد عليكم بعد انتخابات نادي الزمالك. أحمد حسام ميدو يطلب تدخل الدولة المصرية لحل هذه الأزمات داخل الزمالك. أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق طلب من وزارة الشباب والرياضة المصرية التدخل لحل أزمات الأندية المصرية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث أن عددا من الأندية منها الزمالك والإسماعيلي صادر بحقهما عدة قرارات نهائية من جانب المحكمة الرياضية الدولية. ليطلب ميدو تدخل الدولة المصرية ووزارة الشباب في هذا الأمر. ميدو عبر تصريحاته الأخيرة تحدث قائلا: في أندية مش عارفة تدير أمورها بسبب القرارات التي صدرت ضدها، ولازم تدخل الوزارة. الوزارة لازم تتدخل، لأن اللي بيحصل في بعض الأندية الكبيرة حرام، وبرضه لازم يتم وضع ضوابط لفكرة التعاقدات اللي بالملايين، وفي الآخر مفيش مردود فني وبعدها شكاوى وعقوبات. لازم الوزارة تتدخل في هذا الأمر، وده مش هيعتبر تدخل حكومي، لأن ده بيعتبر أمر تنظيمي داخلي وضوابط داخلية.